كل سنة وانتوا بخير وبصحة وسلامة. وصفة حلويات رمضانية شهية سهلة وبسيطة وسريعة وكمان لذيذة جدا وطعمة جدا، من أجمل الحلويات التي يعشقها الشعب المصري. الطبق ده بقي خلاص روتين عندي، روتين أسبوعي بعمله كل أسبوع. أولا يا جماعة الوصفة سهلة جدا وأتمنى أنكم انتوا تحاولوا تعملوها، تعملوا صراحة ما اكذبش عليكم، أنا كنت أفشل واحدة في مصر تعمل البسبوسة، لكن بعد ما عرفت الطريقة دي هقدم لكم البسبوسة بطريقة تحفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة في خطوات البسبوسة أو طبق الحلويات الشهية بتاع رمضان، نص كيلو من سميد البسبوسة، وحطه في إناء لوحده لأن أنا هوريكم الطريقة اللي يمكن أبدا تفشل معاك وهتبقى ناجحة 1000% مش 100%. من بعد ما تجربي الخطوات دي والوصفة دي إن شاء الله هتعملي البسبوسة بطريقة الترند، هتبقى ترند عندك وهتعمليها بطريقة ناجحة جدا وممكن تعملي مشروع منها. بعد ما جبت نص كيلو بسبوسة أو صميد البسبوسة يا ولاد، أحاول إن أنا أنزل عليهم ملعقتين ونصف من السمنة. لو عندك سمنة بلدي طبعا هيبقى أفضل لأن السمنة البلدي بتدي نكهة جميلة جدا جدا، بالذات للبسبوسة والحلويات. ممكن تمرجيها شوية على النار، أنا يعني استعجلت وحطيتها جمدانة شوية ومش مش هحطها سخنة قوي يا ولاد. بصوا كده واحاول ان انا بلف فقط، ما بتعجنيش ابدا 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 البسبوسة عشان تطلع معاكي ناجحة جدا. بلف بس بحاول ان انا اغلف كل حبوب البسبوسة بالسمنة عشان تبقى متشربة بالسمنة وتبقى ريحتها وطعمها حلو قوي. دي من أول خطوات النجاح معاكي البسبوسة، إن أنا بغلف البسبوسة بالسمنة بمعلقتين ونصف أو نصف كوباية، يعني هتطلع معاكي نصف كوباية بغلفها بالسمنة بس كده، هو دقيقتين بس مش أكتر من كده. طيب في الإناء تاني بكون حاطة كوباية عصير، على قد كوباية العصير يعني، أو كوباية سكر فقط، كوباية من السكر يعني. كوباية العصير دي هتمليها سكر وتحطيها في إناء. طب بعد كده بعمل ايه؟ انا في اناء تاني مش في الاناء اللي في البسبوسه عشان تبقى الخطوات، اعملي الخطوات دي وهتبقى ناجحه جدا 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 وعمرها ما هتفشل معاكي ابدا. بصوا كده، احط كميه من جوز الهند وانا بحطه جوه البسبوسه بيديكي ريحه وطعم جميل جدا جدا جدا. احط ملعقه على قد اللي عندك يعني، مش عايزه اكلفكم عشان عاوزين نعملها حلويات اقتصاديه الى حد ما. وجبت كوبايه كبيره من الزبادي، كوب كبير من الزبادي او كوبايتين، او على فكره ممكن استبدل كوبايتين دي بكوبايه لبن عشان ما يبقى مش مكلفه يا ولاد. انا عملتها باللبن قبل كده وطلعت اجمل من كده كمان. يبقى كوبايه زبادي كبيره او كوبايتين صغيرين او كوب من اللبن. اوكي يا جماعه. طبعا لو عندك حته قشطه وحطيتيها على كوب الزبادي هتبقى روعه وهتديكي طعم احلى وغني واجمل وهيبقى ريحتها كمان أجمل بكتير. أنا عندي هنا تقريبا ملعقتين 3 من اللبن، كانوا في التلاجة، هم عملوا زي القشطة كده، فأنا هنزلهم ربع كوباية من القشطة قولي هنزلهم. بص كده هنزلهم على الزبادي. اوكي ماشي معانا الحال. طيب انا مش الكميه دي كلها انا مش هخلطها بايدي، هخلطها بالمضرب. بصوا بالمضرب ليه؟ لان انا مش يعني عايزه ادوب السكر في الخليط السائل، هو اللبن والزبادي او القشطه والزبادي. يبقى حطينا كوبايه سكر وكوبايتين زبادي صغيرين او كوبايه كبيره، لا اما كوبايه لبن، وانا حطيت مع كوبايه الزبادي الكبيره ربع كوبايه من القشطه. اوكي ماشي الحال يا جماعه. طيب لحد هنا كويس خالص ماشي الحال. بس كده هتأكد بس ان السكر بتاعي ذاب كويس جوه الإناء اللي انا بدوب فيه. وبعد كده بجيب البسبوسة، بروح يا ولاد البودر من الحاجات اللي بتفشل البسبوسة، بحط ملعقة صغيرة فقط قولي، لان انا كنت من الناس اللي بتحط الكيس كله كيس البودر وبيفشل البسبوسة، بيخليها تعلى مرة واحدة ويجي مهبطها تاني.
اوكي، ملعقة صغيرة فقط من البودر. ونزلت بقى السكر والزبادي على البسبوسة، وبصوا كده بالملعقة، والله انا ماسكة ايدي او بالمضرب اليدوي وبلف فقط عشان المكونات كلها تمتزج فقط دقيقة واحدة. ما بحطش ايدي، انا حطيتش ايدي خالص في الموضوع يا ولاد. وجبت الصينية بتاعتي هغلفها في السمنة او الزيت، وهرشها رشة بسيطة من الدقيق عشان البسبوسة تبقى لما اجي اقطعها تبقى تتقطع معايا بسهولة. غلفتها بالسمنة ورشة بسيطة من الدقيق، وعينك ما تشوفي الا النور. هننزل طبعا البسبوسة اللذيذة اللي هتبقى تحفة. على فكرة يا ولاد، هو انا عايزة اجربها لكم بالمية. هي انتوا ممكن تعملي تبدلي المية الزبادي واللبن ده بكوب من المية الدافية، خليه مية دافية بسيط كده واحطها. بس انا ما جربتهاش عشان ما اكذبش عليكم، انا ما جربتهاش، لكن بيقولوا الحلواني ما بيعملش ابدا باللبن والزبادي، باللبن او الزبادي عشان ما تبقاش مكلفه معاه. فانا هجربها لكم مره بالميه واوريكم النتيجه. بص كده، وسويتها بايدي، دهنت ايدي زيت وسويت بيه صينيه البسبوسه. ممكن اخبطها خبطتين كده على البتاع. بصوا البسبوسه، وفرن سخنه، لابد الفرن تكون سخنه يا ولاد، 280 درجة حرارية، أو فرن خبيز العيش. ودخل في، لابد إنها تكون سخنة. عشان بصوا أهم حاجة طبعا، أهم خطوة الشربات لابد إن يكون مطفي عليه النار على طول. أنا دخلت الصينية وجهزت الشربات على طول بعد ما دخلت الصينية في الفرن، ونزلت الشربات سخن والصينية سخنة. فبصوا التفاعلات، الصينية أو البسبوسة بتشرب الشربات على طول. لأن هنا لما كنت تحط الشربات بارد والصينية سخنة يفضل فترة، وفين لما البسبوسة تشرب الشربات وما تبقاش مغللة ولا محببة من جوه. هي دي أهم خطوة وأهم تكة لنجاح البسبوسة عندك 1000%، إنك انت تحط الشربات سخن، تطفي عليه النار على طول وتدلقيه على الصينية. الشربات سخن، 2.5 كوب من سكر، و2.5 كوب مية، وعصرة نص ليمونة أو ربع ليمونة، يعني بعصر النص ما بعصرهاش كلها يعني. خلاص، وبخلي الشربات 10 دقائق على النار، وتاكلي احلى بسبوسه في الدنيا. اقسم بالله الريحه تحفه والطعم تحفه، والبسبوسه مغلله كانها حبوب. دي عملتها حوالي 7 8 مرات بهذه الطريقه، وكانت انا عمري ما كانت بتنجح معايا، كانت فاشله فاشله فاشله. فبقيت من فشل ذريع لنجاح ذريع. فأتمنى انكم انتوا تجربوا البسبوسة بهذه الطريقة. بصوا والله والله كل ما بتسيبيها الشربات تشرب في دقيقة واحدة، وكل ما بتسيبيها البسبوسة بترفع لفوق، ما بتعرفش يعني حاجة اوتوماتيك كده تلاقيها وكمان انا هغلفها، احطها في كيس بلاستيك، واحطها في التلاجة. والله لقيتها رفعت تاني يا ولاد، رفعت تاني حوالي 2 سنتي كده. سبحان الله، غريبة جدا. دي أحسن طريقة طبعا لعمل البسبوسة. أتاري في خطوات بيخفيها عنا طبعا المحلات الحلواني. أتمنى إنكم انتوا تعملوها. بصوا كده، يعني بعد ما حطيتها سبتها تبرد شوية، غلفتها. لا هي دافية لسه، هي دافية شوية، وأحطها في التلاجة. بس أغلفها في كيس من البلاستيك، الكيس ده هيخليها كمان تطرى ويزيد ارتفاعها. يعني هتطرى شوية، بدل ما هي وشها بيبقى ماسك شوية، هتطرى خالص، وتبقى ايه يا ولاد، وتبقى ماسكة في بعضيها، وتاكلي أحلى بسبوسة في الدنيا. وتحرمي بقى تجيبيها من المحلات اللي بره. رشي على وشها فستق، جوز هند، الموجود، المكسرات الموجودة عندك، فول سوداني مجروش، فستق، جوز هند، اللي تحبيه، وكلي أحلى بسبوسة في الدنيا. عاوزة تعملي مشروع منها ممكن تعملي، والله ترند البسبوسة الرمضانية بأحلى طريقة وأحلى وصفة إن شاء الله هتشوفوها على اليوتيوب. بجد بجد الطريقة رهيبة جدا جدا جدا، وتنجح معاكي 1000%. بصوا بعد ما طلعتها من التلاجة، والله العظيم هي رفعت، والله رفعت تاني. بس انتوا مش طبعا مش هتبقوا شايفين الفيديو او مش شايفين الصينية كويس. هرشها رشة بسيطة من اللي عندي، المكسرات اللي عندك، جوز هند. واتمنى انك انت طبعا لو رحت اشتريتيها تشتريهاش باقل من 150 جنيه، طالع حوالي 2 كيلو. اتمنى انكم انتوا تجربوا الطريقة دي، طريقة ناجحة جدا جدا. اولا انا جايبه كيس نص كيلو الصميد يا ولاد ب20 جنيه عشان ما يبقاش مكلفه قوي. وخدت حوالي 3 كواب سكر، يعني بيقولي
قولي حوالي 30 جنيه تاني. هو الكيس كله ب30 لكن في 5 كوب، أنا 3 كوب. قولي 25 جنيه، 20 وادي 20 ادي 40 جنيه. وخدي عندك 10 جنيه جوز هند، أنا والله ما دخلتهم كلهم فاضل مني. ادي 50 جنيه. 50 جنيه وهتاكلي صينية حوالي 2 كيلو بسبوسة جميلة جدا وناجحة جدا وشهية جدا. هوريها لكم كمان لما تتقطع. الصينية مليانة ورافعة جدا والقوام مرفوع خالص على فكرة. ما هياش ساقطة والقوام حلو أوي متماسك جدا. أتمنى تجربوها. بص هقطع لكم بس البسبوسة عشان تشوفوا الجمال والقوام المرتفع، وإن شاء الله تحاولي تعمليها تبقى عندك روتين في رمضان أو طبق من أطباق رمضان الشهية. حلويات من طبعا حلويات الشرقية دي من أجمل الحلويات في الوطن العربي، سواء كل الدول العربية بتعملها، سواء في المغرب، في الجزائر، في الأردن، كل الناس بتحب البسبوسة. وأحلى بسبوسة طبعا البسبوسة المصرية لا يعلى عليها. هوريكم القوام. بصوا الارتفاع كأنها كيك والله، وطعمها رهيب والريحة جنان. أتمنى أنكم انتوا تحاولوا تعملوا الطريقة وهتبهركم بإذن الله. كمان بعد ما سبتها بشوية قطعت منها تاني، هي لسه كمان دافية. أنا يعني بعد ما دخلتها في التلاجة بنص ساعة كده طلعتها لسه كمان دافية. هوريكم كمان شوية وهترتفع تاني والله. كل ما بتسيبيها كل ما تلاقيها ارتفعت، سبحان الله، تيجي من الارتفاع ما تعرفيش. الكيكة السحرية سوري، البسبوسة السحرية تحسيها سحرية فعلا. يعني البسبوسة السحرية كل ما تسيبيها كل شوية تلاقيها مرتفعة مرتفعة، بيجري منين الارتفاع؟ سبحانك يا ربي سبحان. والله كل مرة بعملها بنفس الطريقة برضه بتلاقيها بترتفع. بصوا الجمال والحلاوة. محببة جدا وتحسيها مجللة. وطعمها رهيب جدا. ممكن تعمليها لعزومات رمضان، للأولاد على الفطار في رمضان، صينية شهية تعجبكم وتبهركم بإذن الله. فين السحر والخيال؟ كل ما بتقعد سبحان الله كل ما بتقعد بتلاقيها رفعت. اهديها الطبق التاني بعد ما بردت خالص. بص الجمال وبص الحلاوة وبص الحبوب البسبوسة محببة خالص ومجللة خالص. أجمل حلويات ممكن تاكلها في رمضان. طبق شهي وسريع وصحي جدا. أكلة صحية من البيت، موفرة واقتصادية وجميلة جدا. أتمنى تعملوا الطريقة وإن شاء الله تبهركم. واللي وصل لحد هنا ما ينساش اللايك والاشتراك عشان الفيديو ينتشر. وتابعونا في رمضان، هنجي لكم بأفكار حلوة وسريعة وشهية جدا. في نهاية الفيديو لا يسعني إلا أن أستودعكم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في حفظ الله وأمنه وسلامته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.